هذه القبيلة من أشهر القبائل اليمنية والجزيرة العربية، قبيلة عظيمة وكبيرة وفريدة لأنها تمتلك خصائص مميزة عن أي قبيلة يمنية أخرى، منها صحابة وسلاطين وقيادات، وتحظى بتاريخ مجيد وحاضر مشرف. منها من القبائل التي كان لها ولا يزال تأثير كبير على الحالة الاجتماعية والقبلية في جنوب الجزيرة العربية، ورأس من رؤوس ذي رعين الحميرية، ومن أنجد وأقوى قبائل اليمن. السلام عليكم، معكم علي قوس، أنا محتوى يمني ومهتم بالتاريخ اليمني العريق. سوي لايك للفيديو ومتابعة للحساب واسمع للنهاية. إنها قبيلة يافع الحميرية يا سادة، ويعود نسبها إلى قاول بن زيد بن ناعتة بن شرحبيل بن الحارثة بن زيد بن يرين بن ذي رعين، أحد كبار حمير، ومن ذرية الهميسع بن حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وقيل أن يرين نفسه ذو رعين، وذو رعين هذا ملك حميري عظيم من ملوك الهميسع. العديد من القبائل العربية عند نزوحها وانتقالها إلى مكان آخر تتوزع بطونها وأفخاذها بشكل عشوائي في المكان الذي نزحت إليه. ويافع من القبائل التي توزعت ولا تزال بطونها وأفخاذها في صروح حمير. ويافع قبيلة كبيرة تضم العديد من المكاتب والتكتلات التي شكلت ترابطا اجتماعيا رهيبا بين أبنائها. وتنقسم يافع إلى قسمين، كل قسم يضم مجموعة من المكاتب. قسم يافع بني قاصد ويضم 5 مكاتب، وهي مكتب كلد ومكتب يهر ومكتب السعدي ومكتب اليزيدي ومكتب النافذ. والقسم الآخر يافع بني مالك ويضم كذلك 5 مكاتب، وهي مكتب الموسطي ومكتب الضبي ومكتب المفلحي ومكتب البعوث ومكتب الحضارة. ترتبط يافع قبل الإسلام بالدولة الحميرية التي ملأت أرجاء اليمن لأكثر من 600 سنة. ومع انتقال يافع إلى ديارها الحالية بقيت تحت مظلة حمير، وخاضت صراعات مع دولة سبا ودولة حضرموت. ووردت تفاصيل كثيرة عن يافع قبل الإسلام في النقوش السبائية. وأسلمت يافع طواعية مع من أسلم من قبائل اليمن، ووفدت على النبي عليه الصلاة والسلام ضمن وفد ذي رعين الحميري. وحفظت كتب تراجم الصحابة بعض الأسماء اليافعية ممن شرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر منهم الصحابي الجليل مبرح بن شهاب اليافعي، والصحابي عمر بن شعواء اليافعي، والصحابي عمير بن أبراه اليافعي، والصحابي حسان بن زياد اليافعي، وغيرهم من الصحابة من يافع رضوان الله عليهم جميعا. وساهمت قبيلة يافع سهاما كبيرا في الفتوحات الإسلامية، وشكلت سندا قويا ومؤثرا في دعم الجيوش الإسلامية، وكانت في طليعة القبائل المشاركة في فتح مصر تحت قيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص، والذي كان على ميسرته حسب ما ذكر المؤرخون الصحابيان مبرح بن شهاب اليافعي وحسان بن زياد اليافعي. وفي وقت وصول الجيوش الإسلامية إلى مصر اجتازت نهر النيل إلى الضفة الغربية وركزت المعسكر فيها، ومن ذلك اليوم سميت تلك المنطقة بالجيزة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أمر عمرو بن العاص قائد الجيش ببناء سور على المسلمين يحميهم من هجمات العدو، لكن قبيلة يافع ومن معها من القبائل العربية امتنعوا عن هذا الأمر، بما معناه خلنا على راحتنا واحتزم ولا تشيل هم، مجهزين لهم صدورنا اللي هي أسوارنا اللي بتحميكم وتحمينا. وإلى الآن يوجد شارع في الجيزة يحمل اسم يافع بن زيد كدلالة على دور هذه القبيلة العظيمة في التاريخ.